وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله أنكم بخير. أخيرا اليوم يوم العزيمة، نازلة الصباح، صحيح الساعة 6 تقريبا، دحين 6:30، لا 7، حتى الشمس طالعة خلاص. نزلت لحالي، خليت عيالي نايمين، قلت بلاش أصحيهم، أروح أشتري الأغراض وأرجع البيت. ما مداني أشتريهم أمس ولا قبله، مرة ما مداني، لأنه كل يوم قاعدة أطلع الصباح، يومين ورا بعض أطلع الصباح، الظهر كمان يا ريت له الصباح. كنا نرجع تعبانين، الشمس طالعين من شمس داخلين في برد، فأضطر إنه إيش أجلس، يعني ما أطلع من البيت تاني. خلاص هايتي قلت أنزل الصباح بدري أشتري الأغراض وأرجع قبل ما الشمس يحمى. قلت أنزل من بدري أحسن، وخليت عيالي نايمين. بس يا بنات أوصل البقالة أرجع أصور لكم. نفس السعر يعني. أزود القشطة يعني يا بنات. خلصت كل شيء، اشتريت يعني كل حاجة. كنت أقدر أروح صار الاقتصادية أو كيو، بس لي كم يوم أصلا أخذ مشاوير، عرفتوا؟ فقلت خلاص بلاش أروح هنا أحسن. لو رحت صار اقتصادية أغدي حقضي للبيت أصلا، يعني حقعد أخذ العروض وكذا يعني، عرفتوا؟ خمن الفاتورة كم طلعت، يلا أديكم دقايق. 90 ريال، 91 تقريبا. لا والله هو رجع لي 5 ريال، معناته الفاتورة 95. حلو برضو يعني. الحلا والعشاء والمعجنات وكل شيء يعني حسوي. في أشياء للعشاء موجود عندي في البيت فما اشتريتهم. بس يا بنات هروح البيت إن شاء الله أصور لكم تجهيزات وكذا، أوديها معايا البيت وريان بعدين يرجعوا، لأنه الأغراض تقيلة. بدأت تلف السمبوسة اللي بالجبنة. شوفوا يا بنات جهزت كل الخضار، سواء اللي أطبخ بيه أو للسلطة. دحين حطلعه برا، حقعد أقطعهم كلهم أجهزهم تمام عشان ما يكون عندي تقطيع ثاني. دحين الساعة 9 الصباح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير والسعادة والرضا عليكم جميعا، أو يا صباح الخير على حسب توقيت محلكم. كيف حالكم؟ يا رب إنكم تكونوا بأحسن حال. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، يا رب إنه يعجبكم. إذا أنت أول مرة تشوفي القناة يا ريت تنوري قناتنا باشتراك، وإذا عجبكم الفيديو فجروا الفيديو هذا لايكات. الله يسعدكم جميعا. في البداية حابة أرحب بجميع المشتركات الجدد ومشتركات القديمات، يا أهلا وسهلا فيكم. وبس اليوم يوم العزيمة طبعا. بدأت من الصباح بدري مرة، من الساعة 6 الصباح أتوقع قلت لكم الكلام هذا. هنا خلاص مسوكة ما شاء الله تبارك الله، كملت كل السمبوسات. فقلت بما أنه عندي جبنة وكده ليش ما أستغله وأسوي بيها. كان عندي كمية جبنة كتيرة يعني ما شاء الله تبارك الله. قلت ليش ما أشتري رقاق وأعمل بيها سمبوسة وأخلي كده جاهزة يعني، عرفتوا. وهنا بدأت يا بنات. تقريبا هنا كان الساعة 8. بدأت أطلع كل المواعين الجديدة اللي اشتريتها. انت حتشوفوا بعدين ايش حيصير في المواعين. على قد ما شاء الله تبارك الله كاتبة كل شيء وجالسة أسوي بالدقة يعني، وقاعدة بكل ترتيب ونظام. بعدين حست صراحة، بس ما أبغى أخبص عليكم من البداية، انتوا شوفوا اللقطات. المهم، طلعت كل المواعين اللي اشتريتهم. الفناجين هذه اشتريتها تتذكروا قبل 3 أو 4 شهور. وأنا كل ما رحت السوق كنت أشتري حاجة، لأنه عارفة أنه أبغى أبدأ أعزم البنات وكده يعني. لي فترة طويلة طولت كل ما بعزم أقول لا، في عندي حاجات ناقصة في البيت، عندي حاجات ناقصة في البيت. فبكده كل ما رحت السوق كنت إيش أشتري حاجات وأحطهم في الدولاب، عرفتوا. آخر حاجة خلاص رحت السوق مرتين وشفتوني قضيت كل حاجة وخلصتها. هنا يا بنات جيت أبغى أحط الغلاية الجديدة، باركتوا لي عليها الله يجزاكم خير، شكرا لكم جميعا. اللي في السناب شافوه، واحدة قالت لي يوم ريان اشتريت غلاية جديدة، قلت لها لا لسه، أتوقع ما ردت عليها، نسيت أرد. كنت بقول لها شوف الفلوق كيف حكاية الغلاية الجديدة. المهم السلك كان قصير، بعدين كده حطيته، بعدين تلاقوني غيرت مكانه. تمام. هنا يا بنات حبيت كمان أفتح الأجهزة الجديدة كلها عشان حستخدمهم كلهم اليوم، خصوصا الخلاط حاستخدمه. قررت إنه أسوي عصيرات فريش يعني، بما إنه عندي فاكهة مجمدة وكده، خلاص قلت أستخدمه. فحبيت كل حاجة كده أفتحه وأجهزه. تمام. هنا كمان طبعا معايا يا دوبك كان صاحي طول الوقت وأنا كنت شغالة لحالي، بعدين صحي يعني ما شاء الله كان هادئ يعتبر اليوم هذا يعني، ما سوى غلبة كتيرة يعني، عرفتوا. شوفوا حطيته هنا عشان يكون قريب من يدي، بعد ما أخلص كل أشغالي حرفعه في الدولاب فوق. تمام. شوفوا هنا برضو فتحت الفناجين الصغيرة هذه، المفروض إنه على قولهم كده للمشروب الترحيبي، بس أنا ما عجبني الصراحة، كان مرة صغير. فقلت كيف يعني الناس يجوني من برا ويشربوا فيه حاجة صغيرة زي كده. تمام. فأخواتي قاعدين يقولوا عادي عادي كل الناس طالعين فيها، بس حسيت إنه لا. بعدين حتشوفون ايش قدمت عصيرات وكده يعني، وخليته بعد العشاء. حسيت انه بعد العشاء عادي، حتى لو كان الناس بيعملوا كده حسيت لا. جغمة واحدة يا بنات كده، واحد وخلاص قد خلص، فحسيت انه لا. ها بدينا في كلمة حسيت. ان شاء الله يا ربي اقدر امسك نفسي ما اقولها كتير. واحدة قالت في الفلقات اللي راحت، قالت احس يا ام ريان كترتي كلمة احس. قلت لها والله أنا كمان حسيت. المهم الكلمة هذه سبحان الله عالقة على فمي على طول. وفي كلمات تانية كل واحدة عندها متلازمة كده يلزمها، كل ما تتكلم لازم تقولها. المهم هنا يا بنات، شوفوا هنا أم ريانة شاطرة سمعت كلامكم إيش سويت. حطيت موية، حطيت بيكربونات، وحطيت إيش خل. صراحة ما كنت مقتنعة، بعدين لا النتيجة بهرتني الصراحة. أنا أحب الكولوريكس عشان يعني يدي لمعة للمواعين، يعطي لمعة كده حلوة بصراحة. بعدين خلاص قلت أسوي زي ما المتابعات قالوا لي. حطيتهم الحمد لله يعني، والله طلعت لمعة حلوة. بعدين زودت شوية بيكربونات وزودت شوية خل، حسيت إن الموية مرة كتيرة والكمية اللي حطيتها كانت قليلة. وحطيت منشفة وبدأت أغسل كل المواعين، أي حاجة جديدة اشتريتها حتى القديم اللي إنه حقدم فيه زي الملاعق وكده يعني، برضو غسلتهم عشان أبغاهم كده يلمعوا. تمام. فلبست القلافزات هذه برضو يعني، لما كنت احط كولوريكس ما كنت البس، دحين على ده قمت لبست. الله المستعان، عشان موجود عشان اشتريته عرفته، فقلت ليش ما البسه. وبس بدأت أغسل كل المواعين يا بنات. ده اليوم ما شاء الله يعني. شوفوا أنا ما بقول لكم إن أنا تعبت ومدري إيه، أكيد عزيمة الكل بيتعب الكل. فأنا
التعب حقي كان مضاعف يا بنات عشان أنا أصور. عشان كده حتلاقوني بدأت حاجاتي كلها من بدري، لأنه أنا عارفة إنه عندي تصوير. زمان لما بدأت معاكم اليوتيوب لو عندي عزيمة ولا شيء، لا، على بالي إنه عادي أبدأ من 5 العصر 4 أجهز عادي. لا، مع التصوير لقيت إنه لا، بياخد وقت مضاعف يعني. عشان كده بدأت من 7 الصباح إلين 7 الصباح، 7 المغرب، وأنا لسه ما خلصت أشغالي. فعشان كده رجاء يا بنات، بالله تدعموني باللايكات وبالشير. بالله عليكم تدعموني باللايكات وبالشير، عشان يعني ألاقي ثمرة تعبي يعني شوية. تمام، انتم ما بتقصروا، لكن من جد في الفيديو هذا أنا مرة تعبت. وكمان قبلها ب4 أيام وأنا قاعدة أصور لكم وكده. فشكرا للي حطت أول ما سمعت الكلام يعني حطت لايك واشتراك، مرة شكرا لك، الله يجعله بميزان حسناتك يا رب العالمين. المهم أنا ما المهم قبل ما أفلت الكلام يفلت مني، خلينا ندخل في الفيديو أحسن. هنا بدأت أقطع كل شيء. إذا في شيء يبغاله فرم، الطماطم ليش بتعمليه أنا ما أدري، أي شيء بقطعه قدامي، يعني زي البصل هنا. فحطيت في بالي إنه أعمل كشري، ولسه في أصناف تانية. تمام، لا تقولي أم ريان كشري ضيوف عاملة كشري، لا، لسه في أصناف تانية، بس عشان أنا مرة أحب الكشري وحاسة إنه أنا مرة أضبطه. تمام. ف حط... بدأت أقطع البصل شرايح كده بالجهاز ده. مرة كنت خايفة منه يا بنات، مين يخاف زي من ده الجهاز؟ أنا مرة أخاف منه. فقلت أجرب الحاجة حقتها دي، برضو ما عرفت. بعدين عملت حسابي وشوية شوية الحمد لله كملت كل الكمية بدون ما أتعور الحمد لله. هو مرة خطر، انتبهوا يا بنات لو تستخدموه، بس الحلو إنه طلع لي الشرايح يعني بطريقة حلوة. المشكلة نسيت إنه أنا عندي جهاز تاني، بدون ما حتى أتعب نفسي أدخل البصلة جوة القمع ده حقه. تعرفوا الجهاز حق المفرمة حقتي، نسيته. حيعمل لي إياه في ثواني بدون خوف بدون رعب، بس ما أدري ليش عملته بالجهاز ده. المهم النتيجة طلعت زي ما قلت لكم حلوة، وكده صارت شرايح نحيفة وكريسبي. بعدين طلع معاي هنا برضو قطعت الكزبرة وقطعت البقدونس. أتوقع ما جبت، لا جبت كزبرة. البقدونس كان عنده قديم فخليته وجبت الكزبرة لما رحت البقالة أول معاكم يعني. بس حبيت كده أفرمه شوية ناعم. هنا الفيديو مسرع مرة، فأنا جالسة كده أديتها فرمة سريعة كده. تمام. السفرة نظيفة لا تقلقوا. أخذت البقدونس اللي طاح حرام يعني لا أكبه، وبس. أستخدمه في إيه تصدقوا أنا ما أعرف إلى الآن يعني. المهم كل حاجة قدامي جالسة أقطعه. والجزر فرمته ناعم، يمكن شفتوه أو لسه اللقطة ما جت أنا ماني عارفة. هنا باركولي باركولي أخيرا غيرت الملاعق اللي من يوم فتحت القناة يا أم ريان غيري يا أم ريان، والله أنسى. هم انحرقوا يعني، حرق صار فيها كده زي الأسود. اللي تقول لي عشان التصوير، طب أقل لا غيري لو مو عشان صحتك، والله أنسى. الحمد لله دي المرة ما نسيت، فجبته فقلت لكم جالسة أصفق وقاعدة أقول لا 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 لا. باركولي يا متابعات، والله لو فتحت الصوت تموتوا ضحك. المهم هنا الصواني، لو لاحظتوا في الفلوق اللي راح لما رحت السوق ما لقيت الصواني اللي أنا أبغاها. تمام. اللي قلتوا لي يا ام ريال لا تقدمي فيه عصير والحاجات حقتك، الصراحه اضطريت انه اقدم فيه. ما لقيت الصواني اللي في بالي يعني، ما لقيتهم. ففضيت الطاوله، حتى صار شكله انعم لما فضيتهم، عرفتوا. اخذت الطاولات من عندها ومن تحت الاغراض يعني، وبرضه غسلتهم يا بنات وحطيتهم. بعدين حتشوفوا كان شكله حلو والله، مو كده يفشل، كان حلو بصراحة يعني. انتظروا بعد قليل حتشوفوا العجب. قاعدة أمدح نفسي أهم شيء، لا لا والله عملت حاجات مرة بسيطة وعلى قد يعني. شوفوا جالسة أقول لكم أنا أبغى 3. لقيت الثالثة هذه برضو حاطة عليها حاجات كنت وشلته، صار عندي كده كم 3. أنا أساسا كمان قلت لكم محتاجة 3. شوفوا أنا مسوقة قاعدين نقول واو واو كأننا أول مرة نشوف. ننبهر بكل حاجة. إحنا عائلة انبهارية، نحب الاندهاش، نندهش من كل شيء حتى لو شفناه. ترى الشخصية هذه حلوة، اللي أي حاجة تفرحها وتبهرها حلوة الشخصية هذه. تمام. هنا يا بنات الجزر برضو بشرته، حاستخدمه لرولات التوست. طبعا لازم أنا في كل عزيمة عندي لازم الرولات التوست، مهم عندي الصراحة. يمكن عشان أنا أحبه ماني عارفة، أحس كل الناس يحبوه. وهنا برضو بدأت أقطع الخيار عشان السلطة.
والجزر برضو حستخدمه للسلطة. تمام، شوفوا قطعته شرايح. المفروض انه اسويه مربعات بس عشان اختصر الوقت. بالجهاز هذا قطعت أغلب الحاجات الحمد لله. وهنا بدأت أغسل السلطة، مع إنه كان الساعة 10 بدري، بس حسيت إنه أبغى أروق الجو كده شوية يعني. مع إنه خليت شات جي بي تي ولا ما أدري شو اسمه ده، خليته يرتب لي كل الحاجات، إيش اللي أعمله أول إيش اللي أعمله تاني. أنا خلاص هو صديقي المفضل قلت لكم. فقال لي أول شيء أعمل عجينة البيتزا. تخيلوا، وأنا نسيت. تمام. وحاجات كثيرة يعني جلسنا نرتبها مع بعض. قلت له عندي كده وعندي كده وحامل كده حامل كده، قام عمل لي جدول مرة حلو بصراحة. بس أنا ما التزمت فيه. صرت إيش كل حاجة أشوفها قدامي أعملها. شوفوا الحين السلطة كيف قطعت الخس والجرجير. الجرجير المفروض مو في الوصفة هذه، لكن أنا كده من عندي عشان أنا أحب طعم الجرجير في السلطة. وبس قفلته في العلبة الحلوة هذه اللي اشتريتها يا بنات. العلبة مرة حلوة، حطيت فيه حاجات كثيرة يعني فادتني بصراحة. شوفوا هنا جيت أوريكم العجينة حقتي اللي دحين صرت أعتمدها، اللي هي عجينة تلصق في اليد. دائما أقول لكم عجينة ما تلصق في اليد، لا دحين العكس تماما. شوفوا بعد ما عجنت العجينة عادي خلاص، صرت إيش أحط عليها الزبدة وأخليها ترجع تفك. مو هي كانت ملمومة، فرجعت خليتها تفك. من أول أسجل لكم تخيلوا نسيت أسوي لكم عازل الصوت. يلا مو مشكلة، حتلاقوا الصوت متغير شوية. المهم هنا يا بنات، قلت لكم عجينة صرت أعملها إنها تلصق في اليد. لما أحط الزبدة تقوم تفك معايا كده شوية وتصير لينة. مرة ممتازة. دحين حوريكم كيف البيتزا طلعت معايا. يعني من ضمن الأصناف اللي حاعملها اليوم معاكم كشري، ودحين جالسة أقلي البصل تبعه. حاعمل كشري ورولات توست وكمان بيتزا وسمبوسة. وجبت رز ودجاج طبعا من برا، يعني هذا الوحيد اللي جبته من برا. شوفوا يا بنات اللقطة هذه، شوفوا هنا يمكن انا اغمى علي ولا ما ادري طحت. شفتوني كيف اتشقلبت لين فوق. مرة اخاف انا يعني جاك على وجهي. وهنا اخذت بنصيحة واحدة من اخواتنا المصريات الحلوات، بس شكلي انا ما فهمت عليها. شوف المواعين كله اتعدم علي، كل المواعين جاء عليهم زيت، بس مستحيل ما رجعت غسلتهم صراحة يعني. بس مسحتهم كده بمنشفة نظيفة عليه شوية فيري وانتهى الموضوع من برا. أما الكاسات لا ما جاء عليهم. المهم قالت لي بصي بقى يا أمي مسك، لما تعملي الدقة يعني الصوص تبع الكشري، لما تيجي تعملي طفيه بالخل. أنا فهمت كلمة طفيه إنه لما أقلي أنا قلت التوم صح، لما أقلي التوم على بالي أطفيه بالخل يعني أكبه عليه. ما أدري يمكن أنا فهمت غلط، أو يمكن أحط المفروض موية وبعدين أحط شوية خل. ما فهمت عليها فترطع علي والبوتاجاز اتعدم وأنا اتحركت. المهم وروني. هي أول ما قالت لي بصي بقى حيطلع تحفة، أنا اتجننت من كلمة تحفة. على طول عملت بنصيحتها، بس أتوقع أنا ما فهمت عليها. تمام خلاص. هنا شوفوا يا بنات، لما تسمعوا كلمة عجينة قطنة أهو قدام عينكم على أرض الواقع، أنا اللي عملته. والله مرة مبسوطة من العجينة اللي صرت أنا أعملها بصراحة، كده لين زي ما أنا أحبه. هنا يا بنات جيت أبغى أعمل، شوفوا هذه وصفة يمكن ترافل المانجا، أي شيء يجي في بالكم هو غلط. لأنه شوفوا يا بنات أنا الترافل صح إنه أحبه، بس لما نعمل الصوص من فوق اللي هو النشا والمانجا ما أحبه. أنا قد عملته معاكم لما رحنا الشاليه، بس ما كان عاجبني الصراحة، ما حبيته أبدا. فقلت لا خليني أسوي طريقة كده من عندي. حطيت المانجا، قلت بما إنه عندي كمية مانجا يعني وليها فترة، فقلت لا أستخدمه أحسن بدل ما أشتري. فحطيته كده في الخلاطة، أخيرا استخدمته يعني. وحطيته وسقيت بيه الكيكات. اشتريت كيك جاهز عشان أختصر على نفسي، أقدر كنت أعمله في البيت. لو لاحظت أنا اشتريت بيض كمان ولا ما شفتوه ماني عارفة، المفروض إني أعمله، بس قلت لا خلاص أعمله أنا بنفسي. لا أعمله أنا بنفسي لا، أجيبه من برا أحسن، أجيب الكيك الجاهز أحسن عشان أختصر على نفسي، لأنه الأصناف عندي كتيرة شوية. بس خلاص هنا شغلت الخلاط يا بنات وسقيت بيها الكيكات. يمكن عشانه طازة فما امتص الكيكة، ما امتصت المانجا، ما امتصتها. شوفوا لاحظتوا، فصارت تقعد فوق كده. بعدين لما جيت أبغى أحط الطبقة الثانية
فامتزجوا مع بعض. انتوا حتشوفوا ايش صار. انا دائما عجولة، يا ريت لو استنيت عليهم حق ساعة مثلا كان حيطلع حلو يعني. ما كان الطبقتين تمتزج مع بعض. هنا يا بنات جيت بعمل العصير الكوكتيل، حطيت مانجا وحطيت جوافة، ودحين حتشوفوني أحط الفراولة، وكمان حطيت ملعقتين حليب. حيطلع معاكم مرة حليب مرة حلو، مرة حليب مرة حيطلع حلو، طعمه كده غني شوية يعني، عرفتوا؟ فيها شوية ما أدري، يعطيكم طعم مرة حلو. لو في حليب لونها اللي هو المبخر أحلى وأحلى، بس ما كان عندي، فحطيت ملعقتين حليب بودرة وظبطت السكر. وهنا لقيت الخلاط ما كان بيمشي، معناته انه كان تقيل، حطيت كمان شوية موية. كنت بعمل عصير كوكتيل، احس انه طلع لونه زي لون عصير عوار قلب. لاحظتوا؟ انا كنت بسوي ايش؟ عصير كوكتيل. بعدين جبت القوارير هذه اخيرا استخدمتها، كنت استخدمه زمان في رمضان. فبعدين صرت اخليه زي الزينة، عاجبني شكله. تقولوا لي دائما يوم ريان شيلي، اهو شلته اخيرا شلته من عند الطاولة. حتى بعد ما راحوا المعازيم يعني ما رجعته، خلاص لقيت لهم دولاب كده وحطيته. العلبة اتعبت معايا الواحدة، جبت القارورة التانية وعبيت. شوفوا يا بنات، هنا استعجلت صراحة. أنا بدأت أي شيء فيها بصل فيها كشنات بدأته من بدري. تمام. بدأته من بدري، زي الكشنة التونة والحاجات هذه كلها بدأت من بدري. قلت إذا صار ما صار، إذا واحدة من البنات جت وكده ما أبغى يكون ريحة البيت بصل وكده يعني. فخليت الحلا آخر شيء تقريبا هنا على المغرب، طبعا في استراحات في قعدات وكده يعني. فخليت الحلا آخر شيء. قلت إذا جاني أحد برضو، مع إنه إحنا ضيوفنا يجوا متأخر، بس قلت برضو يعني أحاول إنه أعمل الحلا في النهايات، مع إنه الحلا بارد المفروض مسبق التحضير. حتى شات جي بي تي قال لي الحلا اللي أنت بتعمليه إنه مسبق التحضير، ممكن أعمله قبلها بيوم الأفضل. ولا سمعت صراحة. أنا كل ما جيت بسوي وصفة لازم أخليه هو يرتب لي إياه. كده صار عندي أي شيء لازم هو يرتب لي إياه. المهم هنا يا بنات، مو قلت لكم حاخد الحلويات هذه عشان يمكن ما حلاقي الفاكهة اللي أنا أبغاها، وبالفعل ما لقيت الفاكهة. فجيت حطيت العيدان. العلبة اللي اشتريتها من مزايا الهرم، كنان الله يصلحه وبالعافية عليه، شافوا. أنا أول ما جيت أبغى أصور لكم شاف العلبة هو. أنا لسه قمت خبيته تحت الكنب، هو شافني، أنا ما أدري إنه هو شافني. تمام، اسمعوا القصة يا بنات. قام شالوا أكلوا. صراحة أنا زعلت، فقمت خاصمته. فقعد يبكي ويشتكي لأبوه ويشتكي لمسكه ويشتكي لريان، والله حزنت عليه. قلت خلاص بالعافية. مسكة راحت اشترت لي 4 أكياس تانيات. تمام. هنا رصيت الصواني وجبت حاجة المكسرات وحطيت فيها المكسرات. شوفوا خاصمته. وإيش صار؟ عشان لا يشوفوا مرة تانية قمت أخذت الصينية حطيته في المجلس عشان يفضى علي المطبخ كده شوية ولا يشوفوا كنان. فعيال صحباتي الله يحفظهم وبالعافية عليهم قاموا أكلوا بعدين حتشوفوا ايش سويت. المهم حبيت أحكيكم يعني حوبة كنان هذه كانت عشان خاصمته وربنا وراني، فالأطفال أكلوا بالعافية عليهم. المهم هنا حطيت حاجة المكسرات هذه، أنا مرة عجبتني. أنا مرة كان نفسي يكون ده مربع بس مكتوب عليه أهلا وسهلا، ما لقيت بالعافية. ما حبيت كلمة بالعافية، ما أدري، حسيت أهلا وسهلا أحلى، شرفتونا زي كده. فقلت خلاص أمشي نفسي بالعافية، مو مشكلة يعني، ومربعة تكون أهم شيء إنه يكون مربع. هنا لو تتذكروا في الفلوقات اللي راحت، الطاولة واحدة فيهم قمت رشيتها بالمقلوب، فاضطريت إنه أجيب هذه العلبة الخامسة يا بنات، تخيلوا. اضطريت إنه أجيب، والمعازيم خلاص باقي لهم يمكن 3 ساعات ويجوا، بس يعني وقت طويل صح؟ يعني في وقت يعني لسه الحمد لله عشاني صاحية من بدري. فقلت خلاص ما بدهاش، خليني أطبخها. فما نزلت تحت، جاتني فكرة إنه إيش، أحط السفرة وأطبخه بدل ما أتعب نفسي وأنزل. وشفتوا كيف رصيت صينية الفناجين الشاي وحطيت عليهم البسكوت هذا. أنا أي شيء أشوف الناس يعملوه وأروح أعمل زيهم تمام. شوفوا هنا هذا الفستان اللي حلبسه، وكمان في فستان تاني بس ما حبيت أصور، اللي هو بعد العشاء. أكيد اللبسة هذه يعني حتنعدم وكده يعني مع الغرف وكده. فأنا دايما لما يجوني ضيوف لازم أغير. تمام، عشان بعد ما ننظف كده وبعد العشاء أحس إنه مرة أتبهدل فأغير، فدايما أحضر لبسة تانية.
هنا يا بنات خلاص دخلت المجلس، تقريبا الساعة 7. ايه الساعة 7، حتى لما جيت أمنتج قاعدة أقول لكم يعني قاعدة أتكلم معاكم، بس قفلت أنا على الصوت، قاعدة أقول لكم دحين يا بنات الساعة 7 وكذا. ولما أجي أمنتج خلاص أكون أتذكر إنه ده الوقت كده، أنا أحب أذكر الأوقات على طول. شوفوا، لو واحدة ما تصور من بدري من العصر لو بدأت تقدر تكمل، يعني ساعتين 3 تقدر تكمل الأغراض الحاجات اللي أنا عملتها صراحة، يعني ما هي كثيرة يعني، عرفتوا؟ شوفوا الطريقة اللي قاعدة أنظم فيها دحين حغيره. شوفوا حطيت القهوة والشاي والحاجات هذه كلها تحت، لسه أنا ما عملتهم، جالسة أصور لكم أنتوا بس. كل حاجة أنا لغيتها بعدين لأنه كان مرة بدري، اللقطات هذه كلها تصوير لكم أنتوا فقط. حتى الحلا بعدين رجعته، كل شيء رجعته، يعني بس عشان لما البنات يجوا ما يتلخموا معايا كده شوية في التصوير. بس صدموني صدمة ما شاء الله تبارك الله يا بنات، بعدين أحكيكم. شوفوا هنا حطيت الحلا، حطيت الحلا فوق، حطيت جنبها كده المويات، هذه كلها زي ما قلت لكم لقطات لكم انتوا فقط. بعدين رجعت كل شيء عشان لا تنشف زي البيتزا لا ينشف، وكمان الحلا لا يحر علي، والمويات لا تحر برضو رجعتهم. هنا حطيت برضو الصواني هذه، المفروض انه كنت اشتري انا ناسيتهم، فرجعت طلعت الصواني القديمة، تخيلوا كنت حاطاهم في كيس على اساس انه ارميهم يعني، بس قلت ان شاء الله ما اكون رميتهم، فلقيتهم قاعدين طلعتهم، هم مصديين شوية كده من الاطراف بس مو واضح معاكم. خلاص هنا وريتكم المجلس أخيرا بحلته الجديدة، بالله إيش رأيكم يا بنات؟ أنا مرة حبيته. كثير قالوا ما حيطلع حلو، 3 أو 4 تعليقات قالوا يا أم ريان كان أخذت الفرشة أبو 300 أحسن. أنا في إيش فكرت يا بنات؟ فكرت إنه أنا أبغى أشتري الجزامة وكمان أبغى أشتري الطاولة وأبغى أشتري فرشة، الثلاثة كلهم ما أدري، قلت كيف حتزبط معي وأنا عندي 350 ريال، ما أدري كيف. بعدين شفت الفرشة هذه أبو 99 وشكلها حلو، فقلت خلاص اخذ واجازف. في قلبي قلت المتابعات حيزعلوا مني، بس قلت اجازف واخذ وحيقتنعوا لما يشوفوا، بس ما ادري حسيت انه حلو. انتوا ايش رايكم؟ شوفوا ب 350 اخذت كل شيء، كل الجزامة والطاولة اللي نفسي فيها، يعني كده دبرت، عرفتوا؟ بس الفرشة أنا حبيتها صراحة، مع المجلس حسيت إنه أحلى حتى من الأصفر، ورايق ما فيها رجة كده يعني، عرفتوا؟ بس الصواني الذهبية هذه اللي خربت علي شوية، لو كنت جبت صواني شفافة أو سودا عشان يطلع كده حلو. والطاولات أنا بخيتهم أسود عشان الطاولة هذه، عشان يصيروا كلهم إيه طقة واحدة يعني. شوفوا كيف يا بنات، حطيت المعجنات فوق والمكسرات حطيتهم في النص والترامس نزلتهم تحت، حسيت إنه لما يكون الأكل تحت ما ينفع. هنا حطيت بخور مستكة، بخرت بيتي بالصندل، تمام، بخشب الصندل جوا البيت. أما عند الباب حطيت مستكة. زي ما قلت أنا مرة أحترم الجيران صراحة، ما أحب أحط روائح ثقيلة برا البيت، أو ما أحب يعني كده بخور زيادة عن اللزوم يطلع برا البيت. بس كده كفاية. مستكة ريحتها وردة هولندي أمي تعمله، مرة حلو ريحته. وريتكم كمان شكل الجزامة كيف صار، وكيف دخلت البيت صار مرتب. صراحة ما ندمت إني اشتريته، أخذته ب307. 300 بسم الله علي، أنا أخذ ب300 يا لهوي ب137. لسه أقولها وأنا واثقة من نفسي. هنا مسكة قاعد تعمل لكم السلطة حقتها اللي جننتني فيه، يا أتى أنا اللي حامل السلطة، يا أتى أنا اللي حامل، في النهاية هي عملته. أنا قطعت لها الحاجات وهي رصت الحاجات فوق بعض، يعني كبت ده وفي ده. وراحت هي بنفسها اشترت الدوريتوس والفول الفاصوليا الحمراء والذرة، ما شاء الله مرة كانت متحمسة معايا في العزيمة هذه، مع انه كنت اوديهم بيت اهلي وطلعوا اهلي جايين عندي فما قدرت اوديهم. انا احب اودي عيالي يعني عند اهلي لما يكون في ضيوف، اذا مداني زمان مداني عادي بيقعدوا معايا يعني، انا زمان كده كنت اعمل، بس دحين عادي صرت اخليهم عادي يعني، بس في دي العزيمة لا من جد كنت بوديهم بيت اهلي. بس أهلي فاجئوني قالوا إحنا كمان جايين، مرة فرحت بصراحة، جو أخواتي الثلاثة يعني، أم فهد خلاص قلتكم صرتوا تعرفوها، وآلاء وواحدة من بنات أخواتي جو عشان يساعدوني. هنا جيت أبغى أعمل الصوص، الفيديو لم طويل صح؟ يلا إن شاء الله تحملت القرقة حقتي كلامي كتير. حطيت مايونيز، وحطيت طبعا أختي وراي قاعد تعطيني التعليمات أم فهد عشان ما تحب ما تبغى يدها يطلع في التصوير، تمام. فقالت لي حطي طحينة، طلعت الطحينة قليلة،
بس على قلت ما أبغى أروح أسيح وما أدري إيش الطحين اللي راقدة تحت، فخليته. قالت لي عادي مو ضروري. المهم حطيت ملح وحطيت خل، فكانت تقول لي لا زودي 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 كده، عرفتوا؟ فهي السلطة هذه اللي مسوكة علمتني إياها، فهي تعمل الصوص تبعه. أختي أم فهد مرة تعمله حلو يعني، عرفتوا؟ فهي اللي كانت قاعدة تديني الوصفة الأخيرة اللي هو الصوص من فوق. هنا كنت عاملة مسوكة، عملت لي رولات التوست. يعني أي حاجة فيها مثلا زي لف سمبوسة وكده، فهي تجلس كده في الغرفة وأعطيها تعمل وتساعدني بصراحة. المهم عملت الصوص الأبيض اللي من فوق اللي هو قشطة وجبنة سايحة معروف، فما صورته معاكم. هنا خليت صاحبتي خلاص قدها جت، هنا بدأوا يجوا البنات. تمام. بدأوا يجوا لا، من أول جو البنات. إيه من أول جو. أنا هنا الساعة 3 خلاص قاعدة أغرف العشاء، طفيت طبعا. طفيت خلاص يعني إنه ماني قادرة، عرفتوا؟ فعملت لي أختي قهوة سوداء والحمد لله صحصحت. ووقفت التصوير ووقفت كل شيء. اول قاعده اقول لكم، قلت لصديقتي حطي بقدونس كده في النص عشان يطلع شكل حلو. شفتوا الصينيه كيف طلعت حقت السمبوسه؟ رهيبه يا بنات، اللي وريتكم اياها في الفلوق اللي راح، مره طلع حلو. المهم طفيت. فلقيت انه صديقاتي تخيلوا يشجعوني، يلا صوري، لا خلاص ما تيجي على النهايه وتتعبي. اللي تجي تاخذ لي لقطه، واللي يعني تصور لما انا ما اكون منتبهه، أكون مشغولة تاخذ لي لقطة من هنا من هنا. تخيلوا، مرة كنت مبسوطة منهم صراحة يعني. أنا بالعادة أتوتر طبعا لما أجي أصور، أحس إنه ما يحبوا. لا صاحباتي دول كفو صراحة، كفو عليهم. صوروا لي لقطات مرة كثيرة، ويعني يوخروا لي يعني عشان أنا ما أنحرج وكده. فاللي تظبط لي الإضاءة وكده، عرفتوا؟ أنا طبعا لما يجيني أحد أتربش، ما في حاجات نفسي أبغى أكون بعملها أكنسله عشان ما أبغى أتوتر يعني. المهم فاللي كانت تظبط لي الإضاءة، واللي كانت يعني صبروا علي بصراحة، صبر صبر. لأنه وقت الغرف أكيد مستعجلين، فلا كلهم قالوا لا خذي راحتك وصوري، يعني أنت تعبتي كم يوم، ما تجي على اللقطات الأخيرة تقومي تمشي. فالحمد لله الحمد لله مرة مبسوطة أنا كنت صراحة. فريحوني أكثر. هنا خلاص يعني أختي أم فهد تقول لي حطي السماق ولا ما أدري إيش اسمه ده، وأنا أقول لها لا، تقول لي لا حطيه، فقلت لها خلاص أحطه على الأطراف. شوفوا سويت حركة غريبة وعجيبة، وبس حطيت فوقه الدوريتوس. شفتوا الصحن كيف طلع حلو، مرة خطير. هنا خلاص عرفنا العشاء. قولوا لي في حاجة ناقصة قبل ما تجي اللقطة بسرعة بنات، بالله عليكم بسرعة اكتبوا في أكلة نقصناها، نسيناه في الفرن. شوفوا السفرة كانت كبيرة، فجاي كأنه الأكل كده مترامي يمين ويسار. بعدين صديقتي قالت خلينا نصغر السفرة، قمنا إيش تنيناه من الأطراف، فصار الأكل ملموم وحلو. شوفوا هذه الأكلة اللي كانت ناقصة اللي هو رولات التست، كان ناقص نسيناه في الفرن، بس الحمد لله ما انحرق يعني. هنا بعد ما خلصنا العشاء خلاص برضو لازم أبخر البنات، ونبخر المجلس ونبخر البيت. وبنت أختي وآلاء قالوا خلاص حيغسلوا المواعين، وإحنا خلاص رحنا قعدنا يعني ما سوينا شيء صراحة. فهم كانوا يباشروا أول بأول. هنا الحافظات هذه البيضة كنت جايبتهم المجلس، فصرت أحط الأكل الزايد وكده وأنا قاعدة في المجلس، فعشان أخفف عليهم اللي في المطبخ يعني ما أودي لهم المواعين وفيه أكل، لا أنا كنت أرتب، حتى الصحون كنت أمسحها، عرفتوا؟ وأودي لهم إياه، فريحتهم بصراحة. جزاهم الله خير ما قصروا الحمد لله، يعني كان يوم جميل وخفيف كده يعني. هنا يا بنات ده اللي يقولوا عليه ويلكم درينك، اللي دركوني خلاص. ليش ما تحطيه، ليش ما تقدمي في البداية؟ قلت والله ما أدي ضيوفي في الكاسة النقطة هذه مستحيل. هنا أختي بعد ما شافتني إنه قاعدة أقول الحلويات مين أكلهم. بعدين قالت لي اسكت اسكتي بزول أكله. مرة انحرجت صراحة، أنا على بالي كنان، الله يحفظه ويحميه، حتى لو أكل والله بالعافية عليه، كلهم بالعافية عليهم. فقالت لي خلاص عندك شيء تاني نحطه؟ فقلت في عنب. فقامت دبرت نفسها أختي آلاء وعملته. بس أخذنا اللقطة كده، وهنا جينا نسحب القرعة للجمعة الثانية. إحنا طبعا متجمعين ليه؟ منها جمعية يا بنات اسمها جمعية نواقص البيت. تمام، عشان كده لو لاحظتوا أنا رحت اشتريت مرة حاجات كثيرة. هنا كل ما جاء على أحد القرعة يا بنات ما يبغوا، لا لا أنا مشغولة، كلهم تقريبا موظفات وكده. فكل ما يجي على أحد لا أنا عندي كده أنا عندي كده، ف3 مرات رمينا القرعة. في النهاية خلاص قلنا
آخر مرة، المرة الثالثة ثابتة خلاص، ما في أحد ينسحب يعني. في النهاية جت على واحدة من البنات وقالت خلاص مو مشكلة تعالوا. وإيوه، كل ما نتجمع يا بنات. زمان جمعيتنا جمعتنا كانت كيف؟ إنه الأكل إحنا حيكون قطة ما بيننا ونجيب من برا. هذه صديقتي عملته يا بنات. وشفتوا الطاولة أول أنا خليته فاضي، خليت الطاولة فاضي عشان أحط الأكل حقتهم عليه. تمام. وكل واحدة ما شاء الله جابت معاها حاجة. المهم هذه هي الجمعية حقت استلمتها الحمد لله. أقول لكم زمان كنا لما نتجمع نجيب أكل من برا، وكل واحدة تجيب حالة أو موالح، وصاحبة البيت عليها قهوة والشاي. دحين غيرنا، لا، قلنا نتجمع وصاحبة البيت عايدة تسوي كل شيء، وبس الحلا والأشياء لا عليهم هم، عرفت؟ بس أنا من عندي عملت الحلا وعملت المعجنات. تمام. شوفوا جالسة هنا أوريكم نجهز لأبو ريان صباح الجمعة أصحابه يجوا كده، فجهزت لهم كم حاجة، والبيتزا كده غلفته بعدين. المهم الجمعة هذه اختلفت، فصار إنه إيش يعطونا فلوس، اللي بيتها ناقص تشتري. فأنا اشتريت بعدين استلمت الفلوس، يعني عوضت الفلوس اللي خسرتهم أول. لبيتي أكيد مو خسارة يعني. بس كده إن شاء الله الفلوج عجبكم. إذا عندكم جروبات زي جروباتنا كده اكتبوا لي كيف هي جماعاتكم، كيف نظامكم. احنا كده نظامنا، ولسه في جروبات تانية هحكيكم كيف نظامنا فيها برضو. هنا طفيت اللمبة خلاص كده، وريتكم كده بصة أخيرة على المجلس، ومع السلامة.